من الحب ومضى الزمان. سيادة الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه آمين علينا جميعا، أنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني، وصلنا خطاب طلب مشاركة في مرسمكم من شيخ المشاعر الشيخ عايض بن محي، وسمعنا نداءكم يا مبارك وزعمت قبائل قحطان، وحنا وياكم من قحطان، وهل الفزعة وهل الجزعة وهل المساعدة وهل النواميس وهل المواقف اللي مثل ذي. أقبلوا عليكم أخوانكم مالكنا اللي حضر يمثل الغاية، مشاركين ب50,000 قد حولوها على الفواتير اللي وصلتهم، على الفاتورة اللي آخرها 31. كذلك فيه عاية لنا من الإمارات اسمه محمد أبو الراشد ابن سويد الحبسي، سمع بمرسم وسمع نحمل عليكم، وصانا أبو صاهو ومشارك في هذا الظرف لكم في مرسمكم ومساعدة لكم. الحقيقة ما نقدم لبعضنا، فإحنا كمان متفقين في مثل هذه المواقف، وإحنا عصر كف، وكل منا بيستجيب ابن عمه ونداه ويشيل حمله اللي عليه ويساعده فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها آخر الحمود على قحطان كافة. وهذه الحقيقة سلمان ولي عهده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمانة. ثمار خواتكم بدرود ما يغير الزمان والظروف المتعبة، المكارم حسنها من وفاك وبحر جود، الخوي يبشر بعزه ويبشر بعجبه، انت طيبك ما له حدود ومعرب جدود، والرجل يفخر بطيبه ومنبع من سبه، انت ابوك اللي على طيبه العالم مشهود، كل من سبط بالروس ربعه ينتبه، ابلج في شبره لا قست ليال زود، مع شلموخه من خيال النوايب من كبه، تفتخر فيها لشاهر على عين الحسود، تفتخر روسك حطان النجوم المرقبه، وانت اخذت المدح والمرجله وقراس عاد، من خوالك خدت جاز للمكارم وطيبه، في عبده كل الان قاعده تفخر. كلمني الشيخ ذا اليوم الليلة، كلمني الليلة الشيخ حسين بن ذيب القنطاش، شيخ آل كناد، شيخ قبيلة آل كناد. كلمه شيخ المشاعلة يشكر ويبادر ويقول بيض الله وجهه، معرفتكم صديقكم الوافي الكريم الشهم الكفو المطلق الأماراتي محمد بن راشد بن سويد الحبسي، يقول وصلوا له كلامي شيخ المشاعلة، هذا ناقلها لي طال عمرك شيخ قبائل آل كناد، الشيخ حسين بن ذيب القنطاش شيخ آل كناد، ناقلها لي على لسان شيخ المشاعلة، يقولون بيض الله وجهك، بيضا توديها نسوم الهبايب يا ابن سويد، وبيض وجه يا ابن سويد الحبسي، بيض الله وجهك يا الاماراتي، بيضا توديها نسوم الهبايب، ويرفع لك العلم وترفع لك البيضاء يا بيض الوجه. اللي رحت من الامارات رحت طال عمرك شاركت مع خوير في خوير سعد قحطان آل خوير في تهريب، ثم جيت وشاركت مع آل كناد في مغرم المشاعلة، يرفعوا لك العلم الأبيض ويقولون بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا بيض الوجه يا رفيقنا يا المطلق، وسلامتك نفتح خشمك. أولا مرحبا ومسهلا، والله يحييك ويمحق شانيك يا مسرع يا ابو نواف، الله يحييك تحييك السيل، ويا مرحبا والله ومسهلا بكم وباخوياكم وبشيوخكم وبربوعكم كل بيهم.
وصلني كلامك يا طويل العمر والسلامة عن الشيخ حسين ابن ذيب القنطاش ابيض وجه، وحنا ما سوينا اللي كتبه رب العالمين، ولا سوينا شيء الا اللي يرضى الله ثم رسوله ثم المسلمين، وانت وافيين. والشيخ حسين بن ذيب كفو ثم كفو ثم كفو انه ما قصر، وصهيله في الميادين معروف ومعروفين يا الكناد، وبيض الله توجيهكم وترفع لكم البيضة. انا ما اجي الا من تاليكم يا رجال، هذه الاولى. والثانية سلامي وحشمتي وقدري لشيخ المشاعلة وربعه كل بيهم كبيرهم وبصغيرهم، وكان ودي بوقفة معاكم، وكان ودي في مشاركتي معاكم شخصيا، بس الله الذي لا اله الا هو اني مقفي وخويي عليه دوام، والرجال ملزوم في خويه وخويه ملزوم فيه، وهذا وزايد عفاه. وبلغ يا ابو نواف سلامي لشيخ الكناد ويبلغ شيخ المشاعلة وربوعكم، وهذا والله يحييكم. وحنا ما سوينا معاكم شيء، وحنا يا ابيض الوجه انتم ربعه وجماعتكم حنا معاكم طالت عمركم. اليوم